بتبدأ أحداث حكايتنا على تعريف للعبة في منكم يعرفها، واللي هي لعبة كورونو لايف. ولكن لو محدش عارفها فاللعبة دي تعتبر أحسن لعبة واقع افتراضي في العالم، واللي فيها فبيتم إنشاء شخصيات جديدة من المستخدمين واللي بيكونوا صداقات مع بعض عشان يحاربوا الوحوش. وغير كده وبسبب إن اللعبة دي قوية جدا ففيها حوالي 100 مليون مستخدم مرة واحدة. خلونا هنا بقى نتوجه للأحداث بتاعتنا، وتحديدا في عالم اللعبة دي لما بنلاقي النظام بيقول إن دلوقتي تم إنشاء شخصية جديدة. بيظهر صاحب الشخصية الجديدة دي بقى في عالم اللعبة، واللي بالمناسبة اسمه بيكون كينج، وده هو نفسه بطلنا. كينج طبعا بيكون لسه مبتدئ وبيبقى ماسك معاه مجرفة، فبيبص على العالم من حواليه بتحدي، ولكن سرعان ما بيجوله إحباط لأن مفيش أي حد موجود غيره أساسا. فبيتعجب كينج جدا وبيتساءل ال 100 مليون مستخدم موجودين فين. بيبص على المجرفة حتى وبيكون مستغرب برضه ومش عارف هو ليه دخل اللعبة بيها، بس بيخمن إن ممكن اللعبة تكون عاوزاه يستخدمها ويحفر في الأرض يعني. فعشان كده بيحطها في الأرض بيأس وبيقول لنفسه أنا كنت بتمنى إن أنا آخد عصاية شبه البطل الأسطوري اللي موجود هنا. ولكن في الأثناء دي وبمجرد ما بيحفر بنلاقي إن بيخرج ضوء غريب من المكان اللي المجرفة بتلمسه. بيتعجب كينج وبيبدأ يركز وبيلاقي إن بتطلع من الأرض قطعة مكعبة. فبيبص كينج وهو مش فاهم أي حاجة حرفيا، وبعد كده بيجيله إحباط وبيقول أنا شكلي دخلت لعبة ماينكرافت أو حاجة. بيقرب كينج بعدها المجرفة من المكعب ده بحذر وبيلمسه، فبنلاقي المكعب فورا ده اختفى. وبيجي الكينج رسالة ان هو حصل على قطعة طين، ولما بيفتح المخزن بيلاقي ان القطعة بتتحط فيه. بيحاول كينج يتعمق اكتر وبيقرر ان هو يجرب المجرفة دي ولكن على حاجة تانية. فبيروح وبيعمل كده على شجرة وبيلمس الجذع بتاعها بالمجرفة، وساعتها برضه بيخرج مكعب من الجذع ده وبيختفي. وبيجي الكينج رسالة ان هو حصل دلوقتي على خشب. وغير كده فبيجيله برضه من النظام ان هو يقدر دلوقتي يبدأ بالصناعة. بيتفاجأ كينج بالموضوع ده وان في نافذة ظهراله بتقترح عليه ان هو يصنع كرسي خشبي. ما بيكونش كينج مقتنع قوي ولا حتى مصدق ان هو يقدر يصنع كرسي عادي كده بمجرد ضغطة واحدة بس. لكن بالرغم من ده هو بيجرب، ولما بيضغط بيظهر ضوء شديد وبتتكون مكعبات واللي بتكون الكرسي في الاخر. بيفرح كينج وبيقعد على الكرسي ده وهو مبسوط جدا وبيقول انا مش مصدق ان الكرسي فعلا اتكون. بس للاسف بعد شوية من الوقت الحماس بتاعه ده بيروح وكينج بيفضل قاعد وهو زهقان جدا لان هو الوحيد اللي موجود في المكان. وبيقعد يتساءل فين الوحوش اللي المفروض يواجههم عشان مستواه يترقى، لان بالشكل ده هو هيفضل في المستوى الاول. بس هنا بتيجي الكينج رسالة من النظام واللي بتقول له ان مهارة الصناعة زادت وحاليا يقدر ان هو يصنع حاجات اكتر من الاول. بيفتح كينج نافذة العناصر اللي يقدر ان هو يصنعها، فبيلاقي كرسي وعصاية وسيف خشبي وفي زرار لحاجات تانية اكتر. بيضغط كينج على المزيد فعلا وبيكتشف ان هو يقدر يصنع منجنيق، ولكن ده بيحتاج خشب وحجارة مع بعض. وفي الوقت ده كينج بيندهش ان في حاجة تانية يقدر يصنعها موجودة على الشاشة، فبيتعجب وبيقول انا مش مصدق ان انا اقدر اعمل كده. وفورا بيبدأ كينج في الصناعة، وبمرور الوقت بطلنا بينتهي تماما وبيمسح عرقه بعد المجهود الكبير اللي عمله. وفي الاخر بيرفع المجرفة بتاعته لفوق وهو مبسوط وبيقول انا قدرت اصنع بيت. بيتحمس كينج شوية وبيبدأ ان هو يحس بالمتعة، فبيدخل البيت وبيقول هو مش حلو قوي ولكنه كويس على اول محاولة عملتها. وبعد كده بينط على السرير اللي موجود عشان يرتاح وبيقول السرير ده مريح اكتر من بيتي الحقيقي. حتى بيقعد يفكر بقى مع نفسه وبيتذكر السكن بتاعه اللي بيكون في حي شعبي وشقته اللي بتبقى مليانة بالزبالة. وبالرغم من ان الشقة بتاعته كانت صغيرة جدا الا انه دايما كان بيجتهد وبيعمل فيها كل حاجة. بيكمل كينج في تفكيره وبيبص للمجرفة وبيتخيل ان هو عمل بيت ضخم وفخم جدا بالمجرفة دي، والبيت ده حتى بيكون فيه حمام سباحة واساس مدهشة. فكينج بيقرر ان هو لازم يبني الفيلا دي بعدين ويبقى يعيش فيها. بينام بطلنا اخيرا بقى وبيقول على العالم اللي هو فيه حاليا ان هو مدهش جدا. بس فجأة كينج بيسمع صوت زئير وبيلاقي ان في وحش بيفتح الباب، فبيتخض بطلنا جدا من كده وبيبص وبيلاقي ان في قدامه الاسد الدب موجود واللي مستوى الخطر بتاعه بيبقى من الرتبة ايه. بيقوم كينج من مكانه وبيتساءل ايه الوحش ده بالظبط، بس الاسد هنا بيصرخ بصوت اعلى وبيروح مهاجم على كينج، ولكن بطلنا بينط وبيبعد وهو عمال بيصرخ. بيكسر الاسد السرير وكينج بيقع على الارض وبيتألم وبيبص على السرير وهو مكسور، فبيزعل جامد جدا ومن كتر غضبه ده فبيشتم الاسد وبيقف وبيلف المجرفة بتاعته وبيستخدمها كسلاح. هو بيقول للاسد انت لازم تعرف ان انا هقتلك لان ازاي تتجرأ انك تدمر بيتي الجديد. الاسد بيفضل واقف في مكانه وكينج بيبقى لسه عمال بيتكلم كتير وبيشتم فيه وحتى بيهدده. بس فجأة الاسد ده بيضرب كينج لكمة قوية جدا حرفيا بتكسر له اسنانه وبتطيره من السقف بره البيت. بينزل كينج على وشه وبيموت من اللي حصل ده، وبتظهر له رسالة ان هو مات فعلا. بس بتجيله رسالة تانية ان هو هيرجع من جديد
جديد للحياة ولكن خبرته هتقل شوية. بيرجع كينج تاني بالفعل ولكن بيبقى زعلان عشان دلوقتي هيطلع ضعيف جدا بسبب الخبرة اللي قلت. بيقعد يفكر حتى في البيت بتاعه، فبيبص حواليه وبيدور عليه لحد ما بيشوفه وبيلاقي ان هو متدمر بالكامل. بيروح كينج بسرعة ناحيته وهو عمال بيصرخ لان كل حاجة بتبقى متكسرة، وبنشوفه وهو قاعد وماسك الخشب وعمال بيعيط وبيقول انا المفروض كنت اقتل الدب اللعين ده. بيفكر بطلنا بشكل كبير وبيخلق في دماغه ذكريات لطيفة مع البيت، فبيزعل اكتر وبيتعصب بشكل رهيب جدا، وبيتمنى ان الدب الاسد ده يرجع تاني بس عشان ينتقم منه ومن اللي عمله في البيت. بيمر الوقت معانا بقى بعدها وبنلاقي الاسد عمال بيتحرك في المكان لحد ما بيشوف ان البيت اللي دمره رجع من جديد، فبيتعصب الدب الاسد من كده وبيعمل صوت مخيف وبسرعة بيجري على البيت ده وبيكسر الباب وهو بيزقر. لكنه اول ما بيشوف ان كينج موجود قدامه بيبدأ يقلق شوية. كينج اصلا كان مستني الاسد وبيبقى مستعد وبيبدأ يرحب بيه في بيته، وبنشوف ان هو صنع اسلحة كتيرة جدا وكأنه حول البيت بتاعه لدبابة خشبية حرفيا. الاسد بيبقى واقف وهو متعجب وكينج بيفضل يشتم فيه وبيسحب دراع خشبي، وبنلاقي ان الاسياخ الخشبية كلها بتنطلق وبتصيب الاسد ده في كل جسمه. الاسد الدب بيصرخ من كتر الوجع ولكن بيحاول يتحمل وبيخرج صوت غاضب جدا، وفجأة بيزقر بشكل اقوى وبيجري على كينج عشان يخلص عليه ويقتله. بيكلمه بطلنا وبيقول له اصرارك ده كويس بالنسبة لي، لكنه اصلا بيكون عامل حسابه وجايب منجنيق في المكان. فبيسحب الدرع وبنلاقي الصخرة بتاعت المنجنيق بتتحدف، وده اللي بيخلي الاسد يتفاجأ جامد، وهنا هو بيتصاب وبيطير واسنانه بتتكسر وبيقع جامد على الارض. بينبسط كينج بالانجاز اللي عمله ده، فبيقرب من الاسد وهو خايف شوية وبيتساءل لو كان مات ولا لسه، وهنا بيروح لمسه بطرف المجرفة بتاعته فبنلاقي ان بيتم تخزين الدب الاسد ده على شكل لحمة وعظم وكمان جلد. بيتفاجأ كينج من انه حتى يقدر يخزن الكائنات الحية، وبعدها بتجيله رسالة ان هو يقدر يصنع خوذة ودرع الدب، فبيفرح بطلنا جدا بكده وبيقرر ان هو الفترة الجاية هيقتل في الوحوش عشان يحصل على مواد اكتر. وبيقعد يفكر مع نفسه بقى ممكن يصطاد فين بالظبط، ولكن في نفس الوقت اصلا بتظهر وحوش من ظهر كينج واللي كلها بتكون بصاله. بينتبه كينج بالظل الضخم اللي جاي عليه فبيستغرب وبسرعة بيلف وبيلاقي ان في وحوش كتير جدا وكلهم بيكونوا مرعبين وحجمهم حتى ضخم. كينج بيخاف بشكل رهيب وبيسأل ايه الوحوش دي وامتى ظهروا اساسا، ولما بيشوف الشر في عيون الوحوش وانه خلاص محاصر بيترعب اكتر وبيقول ان اللي بيحصل ده مش عدل ابدا. بيبدأ واحد من الوحوش ان هو يزقر بقى وبيفتح بقه الضخم عشان خلاص ياكل كينج، فكينج بيصرخ من اللي بيحصل وبالفعل الوحش ده بيلتهمه. ومع مرور الوقت الحال معانا بيفضل على كده لان كل شوية الوحوش كانوا بيقابلوا كينج وبيقتلوه، فمرة مثلا بيفعصوه ومرة بيقطعوه بمخالبهم وساعات بيولعوا في البيت حتى وبياكلوه بالكامل. وبالمنظر ده فبطلنا كينج بيكون مات حوالي 100 مرة، ومع كل مرة طبعا فالبيت بتاعه بيتدمر. بيقف كينج بقى بكل تحدي وبيقول الوحوش دول عاوزين يقتلوني، ولكن الغريب ان هم دايما برضو بيدمروا البيت بتاعي. بيسمع وقتها برضو صوت الوحوش حواليه فبيلف وبيبص وكالعادة بيلاقي اعداد كبيرة من الوحوش موجودة، فبيفكر اكتر وبيسأل نفسه اذا كانت الوحوش دي بتدمر له البيت عشان سبب معين ولا ايه. ولكن بطلنا لانه بيكون متعصب جامد منهم فبيمسك المجرفة بقوة وبيقول انا مستحيل استسلم ابدا، وفعلا بيجري على الوحوش دي وبيكون مقرر اما يقتلهم او هم اللي يقتلوه. بيصرخ بطلنا جامد وبيكون مطمن لان مهما حصل فهيرجع مرة تانية للحياة. وطبعا زي ما الكل متوقع يعني بطلنا بيموت، وحتى بتوصل عدد موتاته ل 999 موتة. ولكن المرة دي وبالرغم من وجود جيش كامل من الوحوش المختلفة والمرعبة فكينج بيكون صنع قلعة ضخمة جدا، وفي وسط القلعة دي بيكون في برج ضخم وبطلنا بيبقى قاعد في قمة البرج ومستني الوحوش بس. ولما بييجوا بقى بيرحب بيهم وهو قاعد على كرسي العرش وبيعرفهم ان عددهم يعتبر قليل جدا دلوقتي، فبيأمرهم بكل ثقة وهو قاعد مرتاح كده ان هم بس يجيبوا الزعيم بتاعهم عشان ما يحولهمش كلهم لأشلاء. في الأثناء دي بنلاقي في تنين بيصرخ جامد وبينطلق عشان يقتل كينج على طول، فبيفتح بقه عشان خلاص ياكله، لكن بعد ثانية واحدة بينطلق شعاع غريب واللي بيصيب التنين ده وبيقطعه الأشلاء. الهجوم اللي حصل ده بيبقى بسبب واحد من المدافع اللي عند كينج، واللي بيرجع يتكلم وبيحذر الوحوش اللي موجودة وبيقول لهم انا محتاج الزعيم بتاعكم يجيلي، وبيأمرهم دلوقتي ان هم يهاجموا كلهم مع بعض لان كده كده هم جايين عشان يقتلوه اساسا. كينج بيكون واثق من نفسه بشكل كبير المرة دي لان القلعة حاليا بقت مليانة مدافع واسلحة يقدر ان هو ينجو بيها. الوحوش في الوقت ده بتكون عمالة بتزقر من بعيد، فكينج بيبتسم وبيقول لهم شكلكم كده خايفين، وتستفز الوحوش جدا من طريقة كلام كينج، وكلهم بيخرجوا صوت بيدل على الغضب وفجأة بيزقروا وبيجروا على القلعة مع بعض. ولكن بطلنا بيكون عاوز ان ده يحصل اساسا فبيفعل المدافع والاشعة بتنطلق وبتبدأ انها تبيد جيش الوحوش
الوحوش في مشهد مرعب جدا. بس بالرغم من اللي حصل ده، في وحوش برضه بتقدر ان هي توصل للجدران بتاعه القلعه وبيخبطوها عشان تتكسر. بيتعجب كينج وبيقول عليهم انهم رائعين، وساعتها بيخرج مدافع ناريه من الجدران واللي بتحرق كل الوحوش اللي وصلت دي. وبعدها حتى جدران القلعه بتكمل وبتطلق نار مرعبه في كل الاتجاهات لحد ما المكان بالكامل بيتحرق. ساعتها بيتبقى وحش واحد بس هو اللي عايش واللي بيخاف جدا وبيحاول يهرب، ولكن فجأة بيخبط في حاجة، وبنكتشف وقتها بقى ان هو بيكون خبط في قدم وحش مرعب جدا بشكل الديناصور العملاق. بيتكلم الديناصور وبيشتم الوحوش اللي فكروا بس ان هم يهربوا، وبنعرف ان ده بقى بيكون زعيم الوحوش واللي اسمه بيبقى جرانتوريس. ساعتها بنلاقي ان اخر وحش واقع على الارض وحرفيا بيبقى في حجم النملة قدام جرانتوريس، وبعد كده جرانتوريس بيدوس على الوحش ده وبيفعصه. بيرحب كينج بيه وبيقول له اعمل حسابك لان المرة دي انا ههزمك. جرانتوريس هنا بيكون في حجم القلعة تقريبا، وراسه بتبقى بطول البرج، وبيعرف كينج ان مهما حاول يهزمه فهو هيفشل، وبيأكد له ان اي حاجة بتقف بس قدام انفاسه فهي بتتدمر. وبسرعة جرانتوريس بقى بيجهز هجوم الانفاس، فبيجمع طاقة رهيبة جدا في بقه وبعدها بيطلقها وبيخرج هجوم مرعب. ولكن الغريب ان بعدها كينج بيقول انا ما متش، فجرانتوريس بيتعجب وهو بينهج وبيكون متفاجئ. بيقعد كينج يستهزأ بكلام جرانتوريس ده، وفجأة بيخرج حديد من الارض وبنلاقي القلعة بتتشال من الارض وبتعلى في السماء. بنعرف هنا بقى ان كينج اساسا كان صنع انسان آلي عملاق، والقلعة تعتبر صغيرة جدا وموجودة بس فوق راس الانسان الآلي. والمرة دي بنلاقي ان جرانتوريس هو اللي بيبقى شبه النملة قدام الآلي الضخم جدا ده. بيبص جرانتوريس على الآلي ومش بيكون مصدق ومتنح وفتح بقه من كتر الصدمة، وفورا الآلي بيرفع ايده العملاقة وبينزل فوق جرانتوريس وبيضربه بلكمة قوية جدا بتكسر الارض. ومن كتر ما اللكمة دي بتكون رهيبة فهي بتعمل زلزال بيدمر مساحة كبيرة جدا. وفي الاخر الآلي بقى بيرفع ايده وجرانتوريس بيكون مات وبطنه بيبقى فيها علامة على قبضة الآلي. بيفرح كينج جدا وبينزل عند جرانتوريس ده وهو مبسوط وبيقول انا مش مصدق ان انا اخيرا هزمته. وهنا بيلمسه بالمجرفة وبيقول له تحول دلوقتي لمواد الصناعة بقى، فجرانتوريس بيتخزن فعلا وبيتحول لموارد كتيرة جدا. وبالمعركة الأسطورية اللي حصلت دي فكينج بيقدر يحصل على لقب 3 اكس وشهرته بتملى العالم بتاع كورونو لايف كله. كينج بيبقى شايف ان هو كده بقى على قمة العالم، وفعلا بتجيله رسالة بتقول له انت دلوقتي بقيت حاكم العالم ده، وان كل كائنات العالم ما يجرؤوش حتى ان هم يواجهوك. بيرفع كينج المجرفة الرهيبة بتاعته في السماء وبيقول لنفسه دي تعتبر مجرد البداية بس مش اكتر. وحتى بتجيله رسالة تانية واللي بتقول له انت من اول دلوقتي تقدر تتحكم في اي حاجة في العالم. فبيتحمس بطلنا اكتر واكتر وبيقول انا خلاص بقوتي دي فهقدر ان انا اعمل اي حاجة انا عاوزها. بعد مرور فترة من الوقت بنتوجه لعند عش الوحوش واللي بيكونوا بيتكلموا وبيقولوا مستحيل جرانتوريس يكون مات فعلا. بس بيتكلم واحد منهم وبيقول لهم للاسف دي الحقيقة، لان النظام اعلن عن ظهور قائد جديد اساسا للعالم، والوحوش دول فبنعرف ان هم يبقوا جنود النخبة من الجيش بتاع جرانتوريس. بيكمل الوحوش كلامهم وبيقترحوا ان هم يبعتوا قوات استطلاع عشان يتاكدوا من الخبر ده. لكن في واحد تاني بيتكلم وبيقول ان النظام مش بيغلط، وبيزعق بكل حماس وبيقول احنا لازم نبدا حرب دمويه دلوقتي عشان ننتقم للقائد بتاعنا. بعد كده التاني بيزعق برضه وبيؤمر بتحرك كل القوات حالا، والتالت بيتكلم وبيقول احنا دلوقتي هنقاتل بكل اللي عندنا. بس فجاه بيحصل اهتزاز شديد جدا في المكان، فالوحوش بيستغربوا وبيسالوا ايه اللي بيحصل، وبعد كده بيشوفوا رجل جرانتوريس موجوده قدامهم حرفيا، فبيتفاجئوا وبيلاقوا ان هو نفسه موجود عندهم. بيتكلم الوحوش معاه وبيسالوه لو كان كويس ولا ايه، وفورا بينحنوا ليه وبيقولوا له احنا عاوزين ننتقم من اللي اخد مكانك ده. بيرد جرانتوريس عليهم وبيأمرهم ان هم يقربوا اكتر، فالوحوش بيستغربوا الصوت اللي بيكلمهم وبيبصوا لجرانتوريس وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. ولكن بنكتشف ان كينج اساسا بيكون عامل مجسم على شكل جرانتوريس، وبيكمل كلامه وبيقول للوحوش دول انتوا اللي كنتوا بتقتلوني كل شويه. وبعد كده كينج بيخرج من جرانتوريس وبيبص للوحوش بشكل مرعب وبيعرفهم ان هم كل شويه بيدمروا اللي بيبنيه دايما، وبيقول لهم انا هخليكم تعانوا بقى من اول دلوقتي. وبسرعه بتخرج المدافع بتاعته من كل حته في جسم الوحش، فالوحوش كلهم بيترعبوا وبيصرخوا من اللي بيحصل. كينج مش بيكون عاوز يتناقش معاهم، وبكل عصبيه بيطلب منهم يخرسوا، وبيقوم جاي مهاجم بالمدافع وبيدمر المكان بالكامل. وبعد كده كينج بيبدا ان هو يحفر في المكان ده عشان ياخد المعادن اللي موجوده فيه، وساعتها بنشوف ان بيبقى متبقي وحش واحد بس اسمه دورو، وده يعتبر قائد اللواء السابع لجيش جرانتوريس. دورو بيكون غير ولاءه حرفيا لكينج عشان بيبقى خايف منه، وبيقول له انت ممكن ترتاح دلوقتي وانا هحفر مكانك. فكينج بيستغرب وبيقول له دورو انا مش محتاج لاي مساعده. وبعدها كينج بيسال دورو ازاي قدر ان هو ينجو من الهجوم اللي حصل من شويه، وبيقول له انت
حجمك برضه كان اكبر من كده بكتير، فازاي صغرت للشكل ده؟ بيرد دورو عليه وبيقول له انا مت اساسا ولكني بتجدد طالما في جزء مني لسه موجود. بس كينج بيكلمه وبيقول له ايه رايك ان انا لو قتلتك دلوقتي بقى فانت مش هتتجدد خالص؟ بيعيط دورو وبيطلب من كينج بس ان هو يعفو عنه. بيسيبه كينج فعلا وبيقول له انا شايف ان المكان هنا مليان بالمعادن المدهشه. وبيكمل وبيقول لدورو انا عندي سؤال واحد بس. فدورو بيرد وبيقول له انت طبعا تسال براحتك. بيسال كينج السؤال بقى وهو ليه الوحوش كانوا بيحاولوا يقتلوه دايما اساسا. بيعتذر دورو وما تبقى من جرانتورس على اللي كانوا بيعملوه ده، بس كينج بيقول لهم انا مش عاوز اعذار وعاوز اجابه. فدورو بيرد وبيقول له للاسف صانع اللعبه كان جيب نفسه لعند جرانتورس وامره ان هو يقتلك انت، وبعد كده الصانع ده اختفى. بيستغرب كينج وبيتساءل ليه ممكن الصانع يروح ويتحدى مجرد مستخدم عادي. فدورو بيقول له انا ما عنديش اي فكره، وعشان تكون عارف احنا هنا مجرد وحوش واكيد ما نعرفش اي حاجه عن الصانع. بيرجع كينج يكلم دورو وبيساله اذا كان في اي طريقه يقدر يتواصل بيها مع الصانع ده، بس دورو بيرد وبيقول له انا للاسف برضه ما اعرفش. وبعدها بيستأذن من كينج ان هو يساله سؤال. بيسمح له كينج بالسؤال. فدورو بيكلمه وبيقول له انت ايه اصلا اللي قاعد بتعمله دلوقتي؟ بيرد كينج عليه وبيقول له انا بحاول ان انا اصنع برج بس. بيتفاجأ دورو وبيسأل البرج ده هيتصنع لايه؟ فكينج بيجاوبه وبيقول له انا من زمان وانا كان نفسي اجرب حاجه، وهنا هو بيشاور على السماء وتحديدا على القمر وبيعرف دورو ان هو عاوز يطلع لعنده. تفاجأ دورو وبيندهش وكينج بيقول له انا متأكد ان الموضوع ده هيكون ممتع جدا. فدورو بيقعد يزعق وبيقول حاجات تخلي صعود كينج للقمر عن طريق مجرد برج بس يعتبر امر مستحيل، ولكن كينج بكل سذاجه بيقول انا عاوز اطلع للقمر لان حاسس ان ده هيكون شيء رومانسي بالنسبه لي. بيفتح دورو بقه من الصدمه حرفيا وبيقول على كينج ان هو اكيد مجنون ومش بيبقى فاهم ازاي ده ممكن يكون حاكم العالم بتاعه، لكن كده كده دورو بيبقى مجبر ان هو يسمع كلامه بدل ما يتقتل. وكمان بيقرر مع نفسه ان هو هيفضل خادم مطيع لكينج لحد ما يلاقي فرصه كويسه ويقتله. في الوقت ده كينج بيؤمر دورو بقى ان هو يجي فوق البرج ويحاول يساعده. فدورو بيسمع الكلام وبيطلع، وبمرور الوقت بنلاقي كينج بيزعق لدورو عشان يساعده بشكل كويس. دورو بيحاول يساعد بكل اللي عنده فعلا، لدرجه ان هو مره كان هيقع من فوق البرج ولكن كينج كان لحقه. ومره تانية كان في طائر معدي بيفتكر ان دورو فريسه فبياخده في بقه وبيطير بيه. وبمرور الوقت دورو وكينج بيناموا على البرج ده من كتر التعب، ولو كان في اي وحش بيقرب منهم فجرانتوريس على طول كان بيستخدم المدفع بتاعه وبيحرقه. بتمر الايام معانا حرفيا على الحال ده، وبنلاقي ان كينج بيخترق سطح الارض وبيوصل حرفيا للفضاء. ساعتها دورو وكينج بيكونوا متحمسين بشكل رهيب للتجربه المجنونه دي، ولكن صانع اللعبه بيبقى عمال بيراقب كينج وبيندهش من محاولته للوصول لعند القمر، وبيقول على كينج ان هو واحد يعتبر مجنون ولكن في نفس الوقت هو مثير للاهتمام. وبيقرر من دلوقتي بقى يزود المتعه اكتر، فبيبدا يعمل شويه تعديلات كده عشان يفاجئ كينج بيها. واخيرا كينج بيحط اول خطوه على سطح القمر، وحتى بيلبس بدله فضائيه هو ودورو. بيفرح كينج جدا بالانجاز اللي عمله وبيقول انا مش مصدق ان انا حققت حلم من احلامي. وكذلك دورو بيصرخ من الفرحه والحماس وبيقول انا مش مصدق ان احنا وصلنا بجد لهنا. الاتنين بيكونوا في قمه سعادتهم حرفيا، وبعدها هما الاتنين بيبصوا على الارض من فوق سطح القمر وبيقولوا على المنظر ده ان هو جميل جدا. بيقول دورو حتى ان ده احلى منظر ممكن يكون شافه في حياته، وبيشكر كينج عشان خلاه يشوف حاجه زي دي معاه. بيتحرك كينج من الشكر وبيقول له انت مش محتاج تشكرني ولا حاجه. وبعد كده كينج بيقوم وبيقول احنا خلاص ارتحنا وحاليا جه الوقت بقى عشان نحصل على الموارد من القمر. بس للاسف وبشكل غريب كينج ودورو بيتفاجئوا من حاجه شايفينها قدامه، والحاجه دي هو انه بيظهر وحش عملاق على شكل ارنب واللي بيكون بيشتم في كينج ودورو، وبيقول لهم انتوا اكيد جيتوا هنا عشان تموتوا. وبنعرف ان الوحش ده بيبقى الارنب الدموي واللي بيكون مستوى الخطر بتاعه واصل لحد 2 اس. بيكمل الارنب كلامه وبيقول من اول دلوقتي فالقمر هيبقى قبر لكل الدخلاء اللي زيكم، لكن في لمح البصر بتخرج قبضه حديديه بتصيب الارنب ده في وشه بقوه وبتفعصه على طول. بيزعق كينج للارنب وبيقول له انت خضتني بطريقتك دي. بس هنا بنلاقي ان الارنب مش بيكون مات لانه بيقوم وبيشتم كينج وكل سكان الارض حدا، فكينج ودورو بيتفاجئوا من ان الارنب ده لسه عايش. بيصرخ الارنب بصوت عالي جدا لدرجه ان صرخته دي بتكون مؤذيه، فكينج ودورو بيسدوا ودانهم وبيقولوا على الصوت ده ان هو مزعج. ولكن بعدها بيبداوا يحسوا بهزه قويه موجوده، فكينج بيقول ان غالبا ده زلزال، بس دورو بيقول ان الارنب كان بيصرخ عشان يجيب بس اصحابه. وفعلا في الوقت ده بتوصل اعداد مهوله من الارانب وكلهم بيكونوا عمالين بيخرجوا نفس الاصوات المزعجه برضه. بيتفاجأ كينج ودورو من كميه الاعداد دي، وبعدها الارانب بتحوطهم من كل الاتجاهات وبيقرروا ان هم لازم يقتلوهم بسرعه. بيبدأ كينج الاول بالهجوم فبيضرب ارنب منهم بلكمه قويه وبيقول
بيقول ان دلوقتي في اعداد كبيره جدا، وبيبقى قلقان لان الوضع يعتبر صعب جدا بالنسبه له عشان ما كانش عامل حسابه على اي قتال، وحتى بيحس ان غالبا دي هتكون نهايته لان الوضع مش سهل ابدا. بيبص دوره على اللي بيحصل وبيلاحظ ان الارانب عمالين بيهاجموا كينج بس، فبيفكر ان هو يستغل الفرصه دي ويرجع مره تانية لكوكب الارض. وفعلا دوره بيبدا ان هو يتسحب وبيبص على الارانب واللي بيكونوا بيجروا على كينج، ولكنه بيفتكر اول لما وصل القمر هنا وقعد يتفرج على الارض مع كينج وان التجربه دي كانت رهيبه جدا بالنسبه له. بيبص دوره للارض وبيقعد يفكر في اللي المفروض يعمله كويس، وفي نفس الوقت ده كينج بيبقى واقف متعصب وعمال بيشتم الارانب وبيطلب منهم ان هم يهاجموه حالا، لكن من جواه طبعا هو بيبقى قلقان من العدد وبيتمنى انه لو كان عارف ان ممكن ده يحصل. وفجاه في ارنب بيستغل الفرصه وبينط من ظهر كينج عشان يخلص عليه، لكن على غير المتوقع الارنب ده بيصرخ لان دوره بيكون هو اللي ضربه بقوه وقدر يخترق جسمه زي السهم حرفيا. بينزل دوره جنب كينج، فكينج بيكلمه وبيساله اذا كان لسه قادر يقاتل. بيرد عليه دوره وبيقول له انا كنت مستخبي من ساعتها اساسا ومخزن قوتي. كينج بيقول له انا فكرتك هربت اصلا، لكن دوره بيعرفه ان ده مش هيحصل لان لازم يرد له تمن الرحله اللي هو عملها عشانه. وبكل حماس بيقول انا دلوقتي هقاتل مع كينج وحتى هموت معاه هنا عشان ما يموتش هو لوحده. في اللحظه دي كل الارانب بقى بيتحركوا مع بعض، لكن كينج مش بيدي اي اهتمام وبيكون مبسوط قوي وبيقول لدوره انت طلعت مش وحش سيء زي ما كنت فاكر. وفجاه الارانب بينطوا على كينج وبيقولوا له احنا هنقتلك ومش هنخلي ليك اي اثر. بيمسك دوره راسه من اللي هيحصل وبيغمض وهو مرعوب، لكنه بيتفاجئ ان مفيش اي حاجه جت جنبه اساسا. فبيفتح عينه وبيكتشف ان كينج بيكون طاير بيه اساسا وبيقول له هو ده بقى الموقف الرومانسي اللي كان قصدي عليه. وبنشوف ان كينج اساسا بيكون صنع بدله قوه القمر واللي كل مكوناتها بتبقى فضائيه. في اللحظه دي الارانب بيقلقوا وبيبصوا لكينج وهم مصدومين من اللي عمله. بيطمن كينج دوره بقى ان هم مش هيموتوا، وبيطمنوا ان هم هيرجعوا للارض بدون اي اصابات. وبعد كده بيفعل كينج كل قوه البدله بتاعته وبيخرج اسلحه ومدافع وصواريخ، وبيأكد للارانب دول ان موتهم هيكون مجرد مساله وقت مش اكتر. الارانب كلها بتخاف، وبعدها كينج مش بيستنى وبيهاجم بكل اسلحته وبيقول انا هحولكم دلوقتي الموارد. وبمرور الوقت بقى بنلاقي كينج ودورو بيخبطوا كاساتهم في بعض وبيشربوا نخب الفوز على الارانب، وكينج بيقول ان القتال ده كان صعب جدا بالنسبه له. بيتفق دوره مع الراي وبيساله اذا كان جه القمر هنا عشان يكون الحاكم بتاعه ولا ايه. فكينج بيرد وبيقول له طالما احنا وصلنا للمرحله دي فانا اكيد هعمل كده. بيغير دوره السؤال وبيسال كينج هو ليه اساسا بيلعب اللعبه. بيستغرب كينج وبيقول له دوره انت بتسال سؤال غريب، ولكن بيعرفه ان الموضوع يعني ممتع بالنسبه له. فدوره ما بيستوعبش وبيقول له انا مش قادر افهم قصدك، ولكن كينج بيقول له انا مش هعرف افهمك اكتر من كده. وفجاه بيقطع كلامهم بقى هاله بنفسجيه مرعبه جدا واللي بتظهر وبتفجر جزء موجود على الارض. كينج ودوره بيتعجبوا جدا ومن قوه انفجار الطاقه، فكينج بيحس بيه حرفيا وهو موجود على سطح القمر وبيسال ايه اللي بيحصل بالظبط، ودوره بنلاقيه عمال بيصرخ. بيتضايق كينج وبيحاول ان هو يفهم وبينصدم بجزء كبير من الارض بيتحرق وبيتحول لجحيم حرفيا، ودوره بيكون عمال بيصرخ برضه وبيقول الكوكب بتاعنا بيتدمر. بسرعه كينج مش بيستنى وبيلبس الخوذه وبيقول له دوره خليك انت هنا وانا هرجع للارض واعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن دوره بيحاول يمنعه وبيقول له رجوعك للارض في الحاله دي تعتبر حاجه جنونيه. بس كينج بيسيبه وبينطلق في ثواني وبيتجه ناحيه الارض. بينده دوره عليه عشان يستنى بس، ولكن كينج بيمشي وده اللي بيخلي دوره يقلق جامد. وحرفيا دوره مش بيكون عارف ايه سر القوه المرعبه دي اللي قدرت انها تدمر جزء كبير كده من الكوكب في خلال ثواني. في اللحظه دي كينج بيكون في قمه عصبيته وهو طاير على الارض زي الصاروخ بالظبط، وبيتساءل وبيقول مين بس اللي عمل كده، وبيأكد ان هو هيندم اي حد يفكر يلمس اي حاجه كان عملها. بيخبط كينج في الارض بقى اخيرا والاصطدام بيعمل انفجار كبير جدا، لكن كينج بيخرج منه سليم. بيقف كينج وبيلغي استدعاء البدله بتاعته وبينده على جرانتوريس اللي كان كمل صناعته، لكن بيلاقي ان مفيش اي رد حرفيا. فكينج بيتحرك وبيقول غريبا ان انا مش حاسس باي اشاره من جرانتوريس، بس بعدها هو بيلاقيه موجود فبيجري عليه وبيساله عن اللي حصل. ولكن هنا كينج بيتفاجأ باشتعال النار اللي موجود في جرانتوريس اساسا. جرانتوريس حرفيا بيكون واقع على الارض مش بيتحرك، وده اللي بيخلي كينج يفضل مصدوم اكتر. وفي اللحظه دي بنلاقي في كائن بيكلم سيده وبيقول له من الواضح ان في حد لسه عايش. فالسيد ده بيستغرب وبيقول ازاي ممكن حد يفضل عايش هنا. بيلف كينج وهو متعصب وبيكون عاوز يشوف بس مين اللي عمل كده في الارض. بيتكلم السيد تاني لما بيشوف كينج وبيقعد يتريق على سلاح المجرفه اللي موجود معاه. ما بيردش كينج عليه، والشخص ده بيرجع يتكلم وبيقول ان كينج مجنون لانه بيستخدم مجرفه. وهنا بقى واخيرا الشخص اللي قدام كينج بيظهر واللي السلاح بتاعه بيبقى
بيبقى عبارة عن عصاية، وبنكتشف ببساطة بقى ان خصم كينج ده بيبقى هو هيونج، اقوى مستخدم للعبة في العالم كله. كينج مش بيكون عارفه وبيسأله عن هويته بسرعة، ووقتها الاتنين بيقفوا قدام بعض بنظرات تحدي وهالتهم المرعبة بتكون مالية المكان بالكامل. هيونج بيتكلم مع كينج وبيقول له انت لو كنت زعلان من اللي حصل فانت ببساطة تقدر تواجهني دلوقتي. بيكمل هيونج كلامه وبيعرف كينج ان هو اقوى بشري مر على تاريخ اللعبة دي. وبعد كده التنين بيقعد يتريق على كينج وبيقول له طالما ما تعرفش هيونج فانت اكيد مبتدئ مش اكتر. بيزعق كينج وبيطلب منه ان هو يخلص، وبيبص على جرانتروس وبيسأل هيونج ازاي قدر ان هو يفوز عليه. بيتذكر كينج بقى كل اللي عمله حتى البرج وكل المجهودات اللي كان بيعملها في صناعة برج زي ده. وهنا بيبص على البرج واللي بيكون بيحترق حرفيا، وبيتساءل ازاي هيونج ده اتجرأ ان هو يدمر كل حاجة كان تعب فيها. وبيبدأ فورا ان هو يشتمه وبيقول عليه ده مجنون لابس ملابس داخلية مش اكتر. التنين وهيونج هنا بيتضايقوا جامد، وبعدها كينج بيمسك المجرفة بتاعته وهو على اخره وبيسأل هيونج اذا كان جاهز دلوقتي للقتال. هيونج بيقعد يستهزأ بكلام كينج وبيطلب من التنين يضحك برضه. وساعتها وبكل غرابة هيونج بيتساءل ازاي في حد في عالم اللعبة ما يعرفوش وكمان بيتحدى دلوقتي بكل جرأة. وبعد كده هيونج بيتحرك بسرعة بشكل مجنون جدا وبيقول لكينج انا هضربك حالا. في اللحظة دي كينج بيتفاجأ بالسرعة الرهيبة اللي عند هيونج وانه بقى قدامه وخلاص هيضربه. بيهاجم هيونج فعلا بقوة مرعبة والارض حرفيا بتتكسر، ولكنه بيتفاجأ بان كينج قدر يهرب وطار في الهواء. وده طبعا بيبقى حصل لان كينج بيكون استخدم البدلة بتاعته، وبيقول لنفسه الهجوم ده كان قريب جدا ان هو يموتني. ومن قوة الهجوم فرجل كينج الشمال بتتصاب وتقريبا بتتدمر من البدلة. بيتعجب هيونج وبيقول لكينج انا ما كنتش اعرف انك سريع كده. فكينج بيشتمه وبيقوم جاي مخرج كل الاسلحة اللي معاه وبيقول اتوقع ان دوري انا جه في الهجوم. وفورا بيضرب كل الصواريخ دي وكأن السما بتمطر هجمات حرفيا. بيقف هيونج وهو عمال بيضحك وبيشتم كينج وبيشد كل عضلاته وبتخرج هالته المرعبة منه. وبيقول انا دلوقتي هشوف اقصى حاجة عند كينج دي ايه واذا كان مخبي قوة تانية ولا لا. وهنا بيضرب بالعصاية فبتخرج طاقة مرعبة اكتر بتقدر تتصدى لكل الهجمات دي وبتكمل على كينج نفسه. بيقلق كينج من اللي هيحصل فبسرعة بيفعل الهروب الطارئ وبيطرد بعيد عن البدلة دي. ومن كتر ما الهجوم كان قوي فلما بيصيب البدلة حرفيا بيخليها تختفي تماما. بيتألم كينج شوية ولكنه بيستدعي قلعة الملك بتاعته، فالبرج بيخترق الارض وبيخرج، وبعدها الآلي العملاق بيخرج هو كمان من تحت الارض. ساعتها هيونج بيفضل واقف مصدوم من كده ومش بيبقى مصدق عينه ابدا. اما كينج فبيستخدم اندفاع القلعة وبنلاقي ان الآلي بيضرب هيونج بلكمات متتالية ورا بعض وبتحصل انفجارات ضخمة من كده. الارض حرفيا بتكون عمالة بتتكسر، والتنين بيبص على اللي بيحصل ده وبيكون خايف على هيونج وبيصرخ. وعلى الجهة التانية دوره برضه بيبقى على القمر وبيشوف كل الانفجارات الضخمة اللي بتبقى مغطية مساحة كبيرة من الكوكب، فبيقلق لانه مش بيبقى عارف ايه اللي بيحصل تحت بالظبط، وبيتمنى ان كينج بس يكون بخير. بعد شوية من الوقت بقى الهجمات دي بتهدى وكينج بيبص على هيونج، لكنه بيتفاجأ ان هيونج رفع عصايته وواقف بيها في وش قبضة الآلي بكل ثقة عادي. بيتوتر كينج وبيسأل اذا كان هيونج قدر فعلا يتصدى لكل الهجمات الرهيبة دي بالعصاية بس. بعد كده هيونج بيتحمس وبيقول لكينج دوري انا بقى جه في الهجوم. ففي خلال ثواني بيقفز على جسم الآلي وبيتسلقه بسرعة وبعدها بينط في الهواء. بيبص له كينج وهو قلقان جامد لان اللي جاي دلوقتي يعتبر مش كويس ابدا. وفعلا هيونج بيستخدم الضربة الساقطة فبينزل بالهجوم القوي ده وبيكسر كل حاجة موجودة قدامه. القلعة بالكامل بتبدأ تتدمر، لكن هيونج بيتفاجأ من حاجة شايفها قدامه وبيلاقي فيه مكعبات كتيرة. وبنعرف ان ده حصل بقى لان كينج بيكون استدعى اساسا كل المعدات والموارد اللي معاه عشان يبقوا درع يحموه من الهجوم اللي بيحصل قدامه. وتقريبا كده هو بيبقى استدعى مليون مكعب من الموارد. المكعبات دي بالفعل بقى بتكون قدام كينج، واللي بيبقى عمال بيصرخ وهو ورا المكعبات بسبب ان الهجوم بيبقى قوي جدا بالنسبه له. بيعجب هيونج بالمهاره اللي حصلت وبيتساءل عن مين كينج ده لان اول مره يشوفه. وبعد كده بيقرر ان هو ينهي القتال بقى وخلاص، فبسرعه بينط من وسط المكعبات وبيقرب اكتر من كينج بشكل مباشر، واللي بيتفاجئ ان هيونج بقى عنده. وهنا هيونج بيصرخ وبيجهز الهجوم وكينج بيفضل يشتمه وهو متعصب، وبسرعه هما الاتنين بيمسكوا اسلحتهم. وبعدها بنلاقي العصايه والمجرفه بيخبطوا في بعض، وفي اللحظه دي بتخرج طاقه مرعبه جدا بتقدر حرفيا ان هي تقسم الكوكب لنصين، وبيحصل انفجار رهيب في المكان وكانه انفجار نووي. بيبتسم التنين وقتها وبيرحب بهيونج واللي عمله، فهيونج بيسلم عليه. وهنا التنين بيبص للكوكب وبيقول لهيونج انت كده حطمت العالم الاخر. فهيونج بيقول له العالم ده لازم يتبني بشكل احسن عشان ما يتدمرش. وبعد كده هيونج بيبص بشكل اعمق وبيتفاجئ بان المجرفه موجوده قدامه وطالع منها ضوء غريب، وبيندهش بقى من ان كينج لسه عايش
عايش اساسا، فبيتعجب وبيسأل نفسه ازاي ده ممكن يكون حصل. في الوقت ده كينج بيكون عمال بينهج جامد وبيفضل رافع المجرفة بتاعته وهو بيشتم في هيونج وبيقول له تعالى وهاجمني دلوقتي لو عايز، ولكن في الاثناء دي اصلا بيبان التعب على كينج، فهيونج بيبص عليه وبيلاقي ان هو بيقع على الارض وبيغمى عليه تماما. بيكلم التنين هيونج وبيقول له على فكرة المجرفة دي مش طبيعية ابدا، فهيونج بيقول له انت معاك حق، وبيبص على كينج وبيسأل نفسه مين كينج ده، خصوصا ان هو معاه سلاح شبه المجرفة. وفجأة بنلاقي هنا الفضاء عمال بيتشقق وبيخرج منه ضوء شديد جدا، فهيونج بينصدم وبيسأل مين اللي عمل كده. بيخرج من الشق ده راجل برضه وبيكون معاه واحد، والراجل ده بيشتم هيونج وبيقول له اتوقع ان انت اكيد عارفني. بنكتشف وقتها بقى ان ده يبقى هو تشوي المدير التنفيذي للعبة، لكن البنت اللي معاه بتبقى مش معروفة. بيشتم تشوي هيونج وبيقول له انت ليه دمرت العالم تاني، فهيونج بيروح مكلمه وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا، ولكن تشوي بيكرر له نفس السؤال وبيقول له انت اللي بتعمل ايه اساسا في العالم ده. ساعتها السيدة بتروح وبتجري على كينج وبتبقى قلقانة جدا، فهيونج بيستغرب من اللي بيحصل. بتكلم السيدة كينج وبتطلب منه ان هو يقوم وبتحاول تطمن عليه، وساعتها هيونج بيغير الموضوع وبيقول لتشوي على فكرة حفيدتك حلوة قوي، فتشوي بيتعصب وبيروح شتمه تاني. بتفضل السيدة مع كينج برضه وبتحاول ان هي تقومه، وفعلا كينج بيبدأ ان هو يقوم وبيخرج صوت، فالسيدة بتطلب من كينج ان هو يظهر بس عزيمة اكبر من كده، وبتعرفه انها دلوقتي بتحاول بكل اللي عندها عشان تخليه اقوى من الاول. وبتبدأ تفتكر كل المرات اللي كينج مات فيها في اللعبة، وبتبص عليه باعجاب وبتسأله اذا كان عارف هي تعبت قد ايه عشان الوحوش دول يقتلوه كل المرات اللي فاتت. السيدة دي بقى بنكتشف ان هي تبقى يوريا مسؤولة التطوير في اللعبة نفسها. كينج هنا بيكون مستغرب جدا من كلام يوريا، لكنه بيبقى مشغول بالوجع اللي عنده لانه تقريبا هيموت حاليا. وفعلا جسم كينج بيسيب خالص وراسه بتقع على الارض، فيوريا بتتفاجأ وبتقول من الواضح ان كينج اغمى عليه دلوقتي. وفي اللحظة دي بنشوفها بتديله قبلة الحياة وبتسيبه وبتبتسم وبتقول لكينج نام كويس دلوقتي لانك تعتبر اكتر مستخدم انا حبيته. بعد فترة من الوقت بقى بنلاقي دورو بيفضل ينده على كينج وبيضربه على وشه وبيطلب منه ان هو يفوق حالا. ساعتها كينج بيفوق وفجأة بيقوم فعلا وبيزعق لدورو وبيقول له انت ايدك دي تقيلة وبتوجعني، فدورو بيقع على الارض وبيصرخ من الخضة. بيمسك كينج راسه وبيقول انا راسي وجعاني جامد، وبيتذكر ان الكوكب المفروض كان انقسم لنصين، لكن بيتفاجأ ان حاليا الكوكب رجع سليم زي ما هو كأن مفيش حاجة حصلت اساسا، وبيسأل ازاي ده ممكن اصلا. في الوقت ده دورو بيحضن كينج وبيقعد يعيط وبيقول له انا كنت قلقان عليك جامد، فكينج بيستغرب وبيقول له دورو هو في ايه بالظبط. بيتحرج دورو وبيقول لكينج الصراحة انا كنت قلقان على نفسي بس لانك لو مت فانا كنت هتحبس في الفضاء ومش هرجع. في الوقت ده كينج بيقول له دورو انه اكيد دلوقتي موجود على القمر، فدورو بيقول له ايوه احنا على القمر فعلا، وبيقعد يلف حوالين كينج وبيساله اذا كان جسمه كويس ولا ايه. بيطمنه كينج ان هو كويس، لكن بيبقى مستغرب هو ازاي كويس اساسا، وبيفتكر قتاله مع هيونج وانه كان اتصاب جامد بسبب القتال ده. دورو برضه بيكون مستغرب وكينج بيفضل يقرص في وشه عشان بيبقى فاكر ان ده حلم او حاجه. وبعد كده بيسال دورو عن ايه اللي حصل بالظبط لما كان مغمى عليه. بيرد دورو بكل حماس وبيقول له انا هحكي لك كل حاجه. وهنا بنرجع بالاحداث لدقايق كده، وتحديدا لما الكوكب كان اتقسم نصين، ودورو كان مصدوم جدا ساعتها وكان خايف، لكن وقتها دورو كان سمع صوت حد بيتكلم وبيطلب منه ان هو يهدى بس. وكمان كان حصل شق في الفضاء وراه وكان خرج ضوء ذهبي، وده اللي خلى دورو متفاجئ جدا. الضوء الذهبي ده بيخرج اقوى واقوى، فدورو بيصرخ وبيترعب وبيسال فيه ايه بالظبط. ووقتها يوريا بتظهر في المكان وهي شايله كينج لما كان مغمى عليه، فدورو بيتفاجئ وبيصرخ وبينده على كينج عشان بيفكره مات. بتحط يوريا كينج على القمر، ودورو بيفضل يسال كينج اذا كان هو كويس ولا لا، وبيطلب منه ان هو يفوق دلوقتي. فيوريا بتطمنه وبتقول له ما تقلقش هو مغمى عليه بس مش اكتر وما ماتش يعني. وبتعرف دورو انها استخدمت عليه تعويذه شفاء قويه هتخليه يتعافى من كل اللي حصل ده. بيستغرب دورو وبيسال يوريا اذا كانت هي اللي دمرت الكوكب وهزمت كينج، ولكن بعدها بيقول لها انت شكلك الصانعه اساسا. فيوريا بتقول له دورو انت طلعت ذكي قوي، وبتعرفه انها ما دمرتش الكوكب ولا عملت حاجه سيئه ابدا لكينج. دورو بيكون متضايق وبيسال يوريا مين اللي عمل كده في كينج طيب. فيوريا بترد وبتقول له ان اللي عمل كده يبقى هو لاعب العصا الخشبيه من المستوى ال 99، واللاعب ده كان جه للعالم هنا من السيرفر الرئيسي للعبه، ويعتبر اقوى واحد في اللعبه اساسا. بتكمل يوريا كلامها وبتقول ان اللعبه دلوقتي بقت بتحمي اساسا اللاعبين الجداد عن طريق انها بتعمل حاجز بيمنعهم من دخول السيرفر الرئيسي غير بعد ما يكونوا اقوى. لكن المشكله ان هيونج استخدم العصا الخشبيه بتاعته وحطم الحاجز ده بقوته المرعبه، ورجع للسيرفر اللي كان بدأ فيه من الاول خالص. بعد كده ايد يوريا بتكبر وبتمسك اجزاء الكوكب وبتقول غالبا العالم ده هيتعرض للخطر تاني،
وبتطلب من دورو ان هو يبلغ كينج بس رسالة منها، والرسالة دي انها حط امل وتوقعات كبيرة على كينج ان هو هيبقى امل البشرية بعدين. في الوقت ده بتسقف يورو بقى بايديها، فبيخرج ضوء ذهبي تاني وبتبقى دي مهارة التعافي بتاعتها. الضوء الذهبي ده بيبقى شديد وبيحوط الارض، ودورو بيبقى عمال بيصرخ من الصدمة، وبعدها الطاقة دي بتزيد اكتر واكتر. ولما الضوء بيزيد على الاخر بقى الكوكب حرفيا مش بيكون باين بسببه. ولكن بعد شوية الامور بتهدى تماما، ودورو بيبص على الكوكب وهو قلقان وحرفيا بينصدم لان الكوكب بيكون رجع سليم تاني كأن مفيش اي حاجة حصلت من الاول اصلا. في اللحظة دي بيبص دورو حواليه على يوريا، لكن بيلاقي ان هي اختفت، فبيدور عليها بس مش بيلاقيها برضه. وبالمنظر ده فدورو بيكون خلص كلامه بقى وفهم كينج كل اللي حصل. بيفكر كينج شوية وبيقول لنفسه انا مش مصدق ان انا اتهزمت، وبيتذكر ان هو كان مغرور جدا وقال على نفسه ان هو حاكم العالم اساسا. فبيتضايق كينج جامد لانه كان مفكر نفسه من الاول لا يقهر، وبعدها بيفضل يخبط الارض وهو زعلان وبيقول انا طلعت فاشل في حماية كل حاجة. بيواسي دورو كينج شوية وبيكون زعلان جدا عليه، وبيفهم كينج ان هيونج ده يعتبر اقوى لاعب في اللعبة بالكامل، وطالما انت نجحت في مواجهته ونجوت فده دليل على انك قوي اساسا. بيرد كينج عليه وبيقول له بس المجرفة هي سبب نجاتي اصلا من الاول. وفي اللحظة دي كينج بيستوعب حاجة وبيتفاجأ، وبيسأل نفسه ازاي قدر يتصدى للهجوم الرهيب ده بالمجرفة مع ان الهجوم اصلا كان قسم الكوكب لنصين. وبسرعة بيبص كينج على المجرفة بتاعته وبينده على دورو وبيسأله اذا كان عارف المجرفة دي مصنوعة من ايه بالظبط. بيركز دورو كويس على المجرفة وبيقول لكينج انا مش خبير في المعادن ولكني عارف شوية خبراء يعني. فكينج بيسأل دورو مين الخبراء اللي يقصدهم دول. بيرد عليه دورو كالعادة بيقول ان هم الاقزام، وبيعرفوا ان الاقزام دول عايشين في مكان اسمه المنجم الواسع. بيندهش كينج لما بيسمع سيرة الاقزام وبيسأله اذا كانوا ماهرين في الصناعة ولا ايه. فدورو بيرد عليه وبيقول له دول احسن حدادين موجودين في العالم كله. بيشيل كينج دورو وبيقول له ودينا عندهم دلوقتي. فدورو بيتفاجأ، وبعدها كينج بيسأله اذا كان يعرف مكان المنجم فين بالظبط، ولكن دورو بيقول له انا معرفش اصلا. بيبص كينج على الموارد اللي معاه وبيقول له عادي مش مشكلة لاننا نقدر ندور على المكان ده اساسا من السماء. وبعد كده بيلمس المجرفة فبيخرج منها ضوء، ودورو بيسأل عن ايه اللي ناوي يعمله بالظبط. في اللحظة دي بتخرج مكعبات كتيرة، وكينج بيقول ان ده هو وقت الانطلاق المناسب. هو بيبص على الفضاء بكل حماس وهو بيتذكر جران توريس المتدمر، وكذلك بيتذكر هيونج والوحوش اللي كان بيواجهها ويوريا كمان. وبعدها بيتخيل نفسه وهو لابس بدلة مدهشة ورايح يواجه هيونج من تاني. فبيقول لنفسه بكل ثقة انا لازم اخد حقي من هيونج ده وهرد له الهزيمة. بعد كده المشهد بيتغير معانا وبنروح لعند مكان اسمه الهضبة المظلمة، والمكان ده كله بيبقى صخور ومرتفعات، وبنشوف ان في هياكل عظمية موجودة، والهياكل بيبقوا بيجروا بسرعة وبيهاجموا اللاعبين بيكونوا مستعدين لكده، وفي واحد منهم بيسحب سيفه وبينطلق بسرعة بسيفه وبيكسر في الهياكل دي. واللاعب ده بيقول ان عدد الهياكل يعتبر كبير جدا. بنعرف بقى ان اللاعب ده بيكون اسمه جواشيم من المستوى ال49 ووظيفته فبتبقى بطل. بعدها بتيجي برضه صاحبة جواشيم واللي بتضرب لكمة متفجرة بتفجر بيها الهياكل وبتخلي العظام تطير كلها، وبتقول عدد الهياكل ده يعتبر مش مهم لانهم كده كده ضعاف جدا، لكن جواشيم بيعرفها انها هي اللي قوية. بس البنت دي بتكون محاربة برضه من المستوى 42 واسمها بيبقى شيلد. بتيجي واحدة اسمها جريس وبتكلم شيلد وبتقول لها انا على فكرة مش بعرف افرق ما بينك وما بين الوحوش. فشيلد بتتعصب من طريقة كلامها وبتشتمها، وساعتها برضه فواحد اسمه فوكس بيهاجم بسيوف صغيرة وبنعرف ان وظيفته بتكون سارق، لكن جريس بتبقى ساحرة وبتهاجم بنارها السحرية وبتقول ان الوضع دلوقتي بقى ممل جدا. بيكمل جواشيم قتال زي ما هو وبيقول للاسف المكان ده معمول للمبتدئين، ولو الوحوش كانوا اقوياء شوية فما كانش في اي لاعب قدر ان هو يتطور من الاول. وبيكمل كلامه وبيقول من الواضح ان احنا بس اللي اتطورنا بشكل اسرع من توقع المطورين بتوع اللعبة نفسها. بتتكلم شيلد وبتقول اصلا المسؤولين مش كويسين لان السيرفر كان اتدمر من شوية، بس فوكس بيقول لها كل ده مش مهم لان اللعبة ممتعة جدا بالنسبة لي. وبيقول برضه احنا تقريبا كده الاقوى في السيرفر والكل بيكمل قتال زي ما هم. بيقعد جواشيم يضحك وبيقول لفوكس انت بقيت مغرور لما بقيت قوي. بس بعد كده جواشيم بينتبه ان جريس واقفة متنحة في مكانها، فبيكلمها وبيسألها في ايه. بترد جريس وهي مركزة في السما كويس وبتسأله ايه اللي طاير ده. فجواشيم بيبص وبيركز وبيلاقي فيه راس تنين طائرة، لكن بيقول انا مش شايف كويس برضه. ساعتها كل اعضاء الفريق بيقفوا مع بعض وبيشوفوا الراس دي، وجريس بتسأل اذا كان ده وحش غير مكتشف ولا ايه. بيرد جواشيم وبيقول لها كده كده الوحش ده مش محظوظ لانه حاليا هيواجه الاقوى في اول قتال ليه، وبيطلب من الكل بقى ان هم يستهدفوه حالا. بيسمع الكل الكلام وبيمسكوا اسلحتهم بحماس عشان هيبقوا اول ناس اساسا يهزموا النوع ده من الوحوش. بس في الواقع اللي طاير ده اساسا مش بيبقى وحش،
وبتبقى هي راس جران توريس. كينج بيبقى هو اللي موجود في الراس وبيسأل دورو اذا كان شايف اي اقزام موجودة. بيبص دورو من الشباك كويس وبيقول ان دي هي ارض الهياكل. فكينج بيتضايق من انهم لسه موصلوش، ودورو بيقول انا ما توقعتش ان احنا نطير بحاجة زي دي. بيرد كينج عليه وبيقول له زي ما عرفتك قبل كده الموضوع يعتبر رومانسي جدا بالنسبة لي، وبيعرف دورو ان هو مبسوط اصلا دلوقتي عشان استعاد اخيرا راس جران توريس. بس جران توريس اصلا بيكون مستاء وبيقول له انا عاوز اتقتل واخلص من الحياة البائسة اللي انا بقيت فيها. في الوقت ده بيركز دورو وبيبص وبيسأل كينج اذا كان اللي شايفهم دول لاعبين ولا ايه. بيبص كينج برضه بيكون مستغرب، والاتنين هنا بيشوفوهم ودورو بيقول احنا شكلنا نزلنا وسط قتال. في الاثناء دي كينج بيتفاجأ بضوء بنفسجي جديد موجود، والضوء ده بيبقى عبارة عن هجوم جاي ناحيته اساسا. جران توريس بيتصاب من الضربة، وبعدها بيجي هجمات تانية قاطعة وانصال نينجا في الطريق. بيصرخ كينج من كل ده وبيسأل عن ايه اللي بيحصل دلوقتي. وعلى الجهة التانية اللاعبين بيكونوا مبسوطين وبيكملوا هجمات، وبيقولوا احنا هجماتنا كلها تعتبر جت في الوحش اصلا. بتجري شيلد وقتها بدرعها وبتكون عمالة بتصرخ وبتحدف الدرع ده بعد كده وبتنفذ هجوم الصاعقة. بينطلق الدرع حرفيا زي الصاروخ وبيخبط في جران توريس وبيقع، لكن جران توريس اساسا مش بيتأثر بالعبط اللي بيجي عليه ده. كينج بقى بيكون عمال بيتفرج وهو مستغرب وبيقول على اللاعبين دول انهم ضعاف جدا بالنسبة له. فدورو بيرد عليه وبيقول له انت كلامك صح، واتوقع اساسا ان هم مبتدئين او حاجة.